السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم سيرو من قناة سيرو كيرو. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك وشير لاصحابكم عشان الكل يستفاد. النهاردة الفيديو عن ازاي نجهز القوالب السيليكون اللي بنصب فيها الكونكريت او الجبس والاسمنت قبل ما نصب فيها. طبعا بعد كل استخدام لازم ننظف القالب كويس جدا قبل ما نصب فيه الشغل الجديد، علشان الشغل الجديد يطلع كويس مفهوش اي عيوب، ولا يطلع فيه مثلا اي الوان طلعت مثلا من القالب اللي قبليه. كان مثلا لو هنعمل التلوين الداخلي هيتبقى في القالب شوية لون مثلا من المرة اللي قبلها. اول حاجة لازم نغسل القوالب كويس جدا بالمية والصابون. هناخد القوالب على الحوض، انا خدت القوالب دي على الحوض غسلتها بالمية والصابون والليفة، تمام. وبعد كده بجيب اي حتة قماشة ناشفة وببتدي انشف القالب كويس من المية. تالت خطوة ودي اهم خطوة فيهم، ان احنا بندهن القالب باي مادة دهنية، زيت او فازلين. انا هنا جبت زيت طعام واستخدمته في تغليف او تزييت القالب. طبعا بعمل القصة دي من الداخل، الجزء اللي هنصب فيه بدهنه كويس بحيث المادة الدهنية دي تخش في كل جزء من القالب، تمام. واي لون بيكون مثلا متبقي من المرة اللي فاتت، حتى لو ما طلعش مع المية والصابون، بيطلع بطريقة التزييت ديت. الطريقة دي اول حاجة بتسهل على القطعة ان هي تخرج من القالب. تاني حاجة، اي لون بيبقى على القالب من المرة اللي قبلها بيطلع على طول بطريقة الزيت. يعني هنا عندي القالب كان فيه جزء كده خفيف لون اخضر من المرة اللي فاتت، تمام. لما بعمل بس كده بالزيت وبفركه شوية مثلا بصباعي او بحتة قماشة، اللون بيروح تماما ويبقى عندي القالب نظيف، وفي نفس الوقت زي معزول كده بالمادة الدهنية عشان يساعد على خروج القطعة من القالب وما تتكسرش معايا، تمام. ودي خطوة مهمة جدا لازم نعملها كل مرة قبل ما بنصب الكونكريت او الجبس او الاسمنت او الماربل، اي نوع انتوا بتستخدموه. لازم ندهن القالب كويس بالزيت. في ناس بتستخدم زيت بيبي جونسون، في ناس بتستخدم الفازلين. انا عن نفسي بستخدم زيت الطعام العادي حتى لو مستعمل. بصفيه من اي شوائب وانضفه كويس من اي شوائب، وبرجع استخدمه تاني ومبيبقاش فيه اي مشاكل، تمام. واي بقى حاجة بتقابلني في القالب بشيلها، شعراية، فتلة، بدخل صباعي كويس قوي في الحتت الضيقة والزوايا عشان اتأكد ان كل جزء من القالب وصلوا الزيت. ولما بصب ببقى انا كده جهزت القالب على الشغل. الخطوة دي لازم نعملها يا جماعة قبل كل مرة نصب فيها. ما ينفعش من الشغل القديم على الشغل الجديد نصب كده على طول، هيطلع عندنا القالب فيه الوان، فيه بواقي جبس من المرة اللي فاتت. مش هينفع نكتفي بالغسيل بس، لازم ننشفه وندهنه بالمادة الدهنية، ان هي بتشيل الالوان زي ما قلنا، وبتشيل اي بواقي، وفي نفس الوقت بتسهل علينا خروج القالب من غير ما يتكسر، من غير ما نعاني بصعوبة في تطليعه. وده كان نهاية الفيديو بتاعنا.